لو قلت لك إن واحد من أشهر فلاسفة التاريخ غير طريقة تفكيره بسبب آلة كاتبة، هتصدق؟ الحقيقة إن أنا لو كنت سمعت الجملة دي من أسبوع كنت هقولك مستحيل. يعني إيه آلة كاتبة تغير طريقة تفكير فيلسوف؟ دي مجرد آلة بتكتب وخلاص. وده بالظبط اللي كنت فاكراه لحد ما اكتشفت حاجة خلتني أبص بشكل مختلف لكل أداة بستخدمها. إحنا طول عمرنا بنتعامل مع الأدوات على إنها مجرد مساعدات. القلم بيساعدك تكتب، الموبايل بيساعدك تتواصل، والاي اي بيساعدك تلاقي اجابه. سنه 1882 الفيلسوف الالماني فريدريك نيتشه بصره بدا يضعف بالتدريج، والكتابه بالقلم بقت جحيم بالنسبه له، فقرر يشتري آلة كاتبه. قرار عادي، بس اللي حصل بعد شهور ما كانش عادي خالص. اسلوب نيتشه اتغير تماما، الجمل الطويله المعقده اللي كان بيعتمد عليها اختفت بالتدريج، والجمل القصيرة بقت هي الأساس. ولما سألوه عن السبب كتب جملته الشهيرة: أدوات الكتابة لا تكتب لنا فقط بل تشارك في تشكيل أفكارنا. طب لو آلة كاتبة بدائية قدرت تغير طريقة تفكير فيلسوف، يبقى إيه اللي ممكن تعمله في دماغنا؟ أداة بترد علينا وبنناقشها وبتساعدنا في اتخاذ القرارات.